ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جيت اصور معاكم حالة الجو والبحر. طبعا النهارده الاربع 13/9/2023. طبعا الجو اتحسن خالص وسبحان مغير الاحوال، الشمس كمان طالعه، وبصوا لون البحر رجع لطبيعته، والسما كمان اهي لونها ازرق، مفيش غيامه خالص. وبصوا في هنا ناس بتصطاد. احنا هنا فين؟ احنا هنا في الابراهيميه. انا بس جيت اصور معاكم حاله الجو والبحر، لانه امبارح طبعا صورت فيديو معاكم، كان الجو صعب جدا، كان هوا جامد وكان في حاله طوارئ في الشواطئ، وطبعا كان الدنيا مغيمه عن كده، الشمس هي طالعه، وربنا يعني بجد سبحان الله، يعني ربنا لطفها معانا وعدى عاصفه دانيال على خير. وطبعا في هوا شويه، بس ده طبعا مش يعني جو حلو، يعني مش حر ولا سقعه. وطبعا المكان اللي احنا فيه ده مش بننزل فيه، يعني هو بس ايه، مكان ممكن الناس تصطاد فيه زي الصيادين دول، او في كمان قدام ناس قاعدين شماسي وكده وكراسي قدام البحر، بس مش مكان للنزول. طبعا هو الموج عالي شوية، بس طبعا احنا هنا في مكان مفتوح مش شاطئ، فطبيعي ان الامواج تبقى عالية فيه، بس ممكن تكون الشواطئ امواجها اهدى شوية. طبعا الحمد لله ده كده العاصفة انتهت تماما، هو دلوقتي بس الموج عالي شوية، فاحنا طبعا ما نقدرش نقول ان في عاصفة، ولكن دي بقايا العاصفة. الجو حلو، مفيش حر، وطبعا ريحة البحر ما اقولكوش عاملة ازاي. فان شاء الله الايام الجاية يكون البحر اهدى من كده، للناس برضو اللي خارج اسكندرية وحابين يجوا يقضوا يومين. الناس بقى اللي في البلاد التانية طمنونا، اخبار العاصفة عندكم ايه؟ انتهت ولا لسه؟ طمنونا عليكم. احنا هنا في اسكندرية الحمد لله الوضع اهدى بكتير عن اليومين اللي فاتوا. طبعا خالص التعازي لاخواتنا في المغرب وفي الجزائر، يعني قلوبنا معاكم، ويا رب ما تشوفوا حاجة وحشة ابدا، ويهون عليكم كربكم يا رب. شكرا لكل الدعوات اللي انتوا دعتوها لمصر، الحمد لله هي دعواتكم استجابت، والاحوال اتغيرت وبقت اهدى عن اليومين اللي فاتوا. سامعين صوت الهواء؟ يعني الجو ممتع جدا، بس طبعا الموج عالي. لسه في هنا ناس بتصطاد. يعني الناس برضو بتستمتع بجو البحر الجميل والهواء. طبعا الموج عالي كده عشان لسه برضو في رياح، بس احنا طبعا كاسكندرانية بنحب الجو ده جدا، بنستمتع بالهواء بصوا انا فوق، انا واقفة فوق، والموج بيوصلني لحد هنا. فانا عن نفسي مستمتعة طبعا، بس اكيد يعني الشواطئ مش نفس الامواج دي، لان طبعا في شواطئ فيها حواجز امواج فمش هتكون عالية كده، لكن ده عشان شاطئ مفتوح محدش بينزل فيه، وهو اعلى حاجة للامواج، يعني الامواج دايما بتكون عالية فيه. انا طبعا جيت اصور معاكم حالة البحر والجو عشان اطمنكم ان النوة او العاصفة دانيال خلاص خلصت، ودي بقايا بس، يعني بس هتنتهي برضو، يعني خلاص كده هي اسكندرية عدت على خير. فاللي حابب طبعا يجي، الجو جميل وممتع، فطبعا تشرفونا.
واسكندريه تنور بيكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد. وما تنسوش برضو تقولولي لو في حاجة معينة عايزيني اصورها في مكان معين، ابعتولي وكلموني على الكومنتات، يعني سيبولي الكومنتات بتاعتكم وانا طبعا هقراها كلها. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو زي ما انا استمتعت بيه وانا بصوره لكم. شكرا ليكم، باي باي.